انا بعمل جلسات بلازما لشعري وسمعت عن الاكزوزومز، اعمله لو عملت هيبقى احسن في فرق ولا البلازما كفايه؟ بصي الاتنين كويسين جدا لعلاج تساقط الشعر. هي الفكرة بس في انه البلازما ممكن تحتاج مننا جلستين 3 4 على حسب كل بيشنت والتاني بتفرق، وده تقريبا بناخده ممكن بعد 2 أو 3 شهور. لكن الاكزوزوم ممكن نتيجته تبقى من اول مرة وتبان على طول، فدي بتبقى احسن لو عايزين نتيجة اقوى واسرع. طب انهي امن يا دكتور وايه نتائجه مضمونه اكتر؟ بصي البلازما طبعا عشان هي خارجة من دمك فتقريبا هي زيرو سايد افكت، نادر جدا او مستحيل يحصل منها اي حساسيه خالص. لكن الاكزوزوم زي اي حاجه اكسترنال ممكن يحصل منها نسبه تحسس بسيطه، لكن ده حاجه فيري رير. وبالنسبه لانهي اضمن، فالاثنين تقريبا مضمونين، لكن البلازما يعني جلساتها هتطول شويه لحد ما ناخد نفس نتيجه جلسه واحده من الاكزوزوم، فالموضوع كله بيقف على حسب الحاله والتشخيص اللي احنا عاملينه من الاول.